العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. ورود برقيات التهانئ بعيد الاستقلال. الإريتريون في السودان وكينيا وجنوب أفريقيا يحتفلون بعيد الاستقلال. وزارة الأراضي والمياه والبيئة تنفذ أعمالا فاعلة. الحكومة الانتقالية في مالي تسند حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية. بلينكن يصل تل أبيب لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وإجلاء آلاف المواطنين في الهند تحسبا لإعصار إياس. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد ورئيسة إثيوبيا سهلة ورق زودي ورئيس أذربيجان إلهام عليف وبابا الفاتيكان فرانسيس ورئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا وملكة بريطانيا إليزابيث ورئيس فلسطين محمود عباس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد ببرقيات تهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 30 لاستقلال البلاد. وأعرب الرؤساء عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس سياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري، مؤكدين الاستعداد لتعزيز علاقات بلدانهم مع إريتريا. وهنأ رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد باسمه وباسم جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية للرئيس سياس أفورقي والشعب الإريتري عامة، مؤكدا على تعزيز أكثر للعلاقات الثنائية الدافئة بما يخدم المصلحة المشتركة للشعب ومنطقة القرن الأفريقي عامة. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تقديره للتطور الذي تحرزه إريتريا اجتماعيا واقتصاديا ومساهماتها لسلام وأمن القرن الأفريقي. احتفل الإريتريون المقيمون في السودان وجنوب أفريقيا وكينيا بعيد الاستقلال المجيد تحت شعار مستعدون دائما لكل الاحتمالات. وجرت الاحتفالات التي تضمن مناشط ثقافية وفنية ورياضية بمشاركة محدودة احترازا من وباء كورونا. وفي الاحتفال الذي نظم في العاصمة السودانية الخرطوم، هنأ سفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى الشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه، وقال إن تطورات الأحداث في المنطقة غير عيد الاستقلال لهذه السنة يحتفل به في مرحلة استثنائية جديدة. وأوضح بأن الشعب الإريتري أمضى 30 عاما السنة الماضية في تصدي مضاعف، ورغم ذلك تم تمهيد أرضية صلبة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بالاعتماد على الذات بتضافر الجهد الحكومي والشعبي. وفي الاحتفال المماثل الذي نظم في مدينة نيروبي الكينية، هنأ سفير إريتريا السيد بين رؤوسهم الشعب الإريتري وقوات دفاعه بالوصول إلى المرحلة المبشرة بعد تخطي التحديات والعدائيات، وشدد على وجوب تجديد العهد بهذه المناسبة العزيزة للدفع بقوة ببرامج التنمية لتخطي الفترات الصعبة. واحتفل الإريتريون المقيمون في جوهانسبرغ وبريتوريا وضواحيهما في جنوب أفريقيا بيوم الاستقلال بتنظيم مسيرة سيارات في الشوارع الرئيسية تحمل الأعلام الإريترية. وأوضح سفير إريتريا في جنوب أفريقيا ومنطقة الجنوب الأفريقي السيد صالح عمر في الحفل المقتصر المنظم بالمناسبة أن عيد الاستقلال الذي نحتفل به في مرحلة تاريخية مختلفة هي نتاج التصدي القوي للشعب الإريتري وقوات دفاعه. وقال إن المرحلة الجديدة تتطلب التسلح بالوعي العالي والجهد والكفاءة القوية. ذكرت وزارة الأراضي والمياه والبيئة أنها نفذت أعمالا مشجعة لضمان الاستخدام المتساوي والراشد للأراضي والمياه. وأوضح مسؤول قيم الأراضي بالإنابة السيد أجايت أمراد تقديم قطع الأراضي للاستخدامات المختلفة لحوالي 140 ألف مواطن في المدن والريف في السنوات 30 الماضية.
وأشار إلى الفرص الكبيرة للاستفادة المرأة من استخدام الأراضي، والذي يعتبر متقدما بالمقارنة مع الدول المتواجدة في مستوى التطور المماثل. من جانبه أوضح مسؤول قسم الثروة المائية المهندس مبرهت إياسو أن الهدف الأساسي ضمان التوزيع العادل للمياه، مؤكدا تنفيذ أعمال فاعلة لإعداد السياسات والرقابة وإعداد الخطط على مستوى البلاد، وجمع ونشر المعلومات المهنية وتنمية الثروة المائية، وضمان توفير المياه في الريف والمدن. وأوضح حفر 2392 بئر وبناء 6 خزانات وأكثر من 650 حوض مياه ومد أنابيب مياه بطول أكثر من 55 ألف كيلومتر، وبناء 1562 نقاط توزيع و4815 مضخة تعمل بالطاقة الشمسية. وأشار إلى استثمار بحوالي 13.7 مليار نقفة لأنشطة الاستكشاف وجمع المعلومات والإدارة والاستخدام وإرساء البنية التحتية لتخزين المياه السطحية وتوفير المياه وغيرها. وقال إن خدمات المياه التي كانت 7% قبل الاستقلال ارتفعت إلى نسبة 75% في الريف، وفي المدن ارتفعت من 30% إلى أكثر من 90%. من جانبه أوضح مسؤول قسم البيئة بالإنابة السيد كبرام أسمرام القيام ب3 دراسات مناخية موسعة، بالإضافة إلى دراسات استكشافية واسعة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة وإدارة النفايات، وكذلك المجالات المتأثرة بالتغيير المناخي مثل الزراعة والمياه والثروة البحرية والصحة وغيرها. وأفاد المدير العام لقسم سجل الأراضي والعقار السيد هبتة ميكائيل ولدقرقيس أن القسم يقوم بجهود قوي لتوثيق جيد ومتكامل للسجلات، وقد تم تسجيل 39,868 عقار و 15,838 عقار بالضمان والحظر، وتقديم رقم تعريفي جديد لأكثر من 26,000 منزل وأراضي تجارية وزراعية، وإكمال وثائق 69,541 من المنازل المشيدة بالتخطيط في 5 أقاليم بعد الاستقلال. وذكر أن قلة القدرات البشرية وعدم وجود موثق عمومي في الإقليم من تحديات العمل، ودعا المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم إدراكا لأهميتها، وعند الشراء مراجعة مكتب السجل العقاري للتأكد من أنها مسجلة أو ليس لها دين أو حظر. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 25 من مايو في مراكز العزل بأقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والقاش بركة والجنوبي والأوسط أظهرت إصابة 16 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت 6 من الإصابات في قلعلو بأقليم شمال البحر الأحمر، و3 في عصب بأقليم جنوب البحر الأحمر، و3 في أم حجر بأقليم القاش بركة، وإصابتان في صنعفة بالأقليم الجنوبي، وإصابتان في أسمرة بالأقليم الأوسط. في حدود ذلك شفي 38 مريض كورونا من أقليم القشبركة، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3948، شفي منهم 3749، وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 185 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 25 من مايو 2021. أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات إدخال 2100 حافلة ركاب و1505 سيارات أجرة في سنوات الاستقلال 30 لإحداث نقلة نوعية في قطاع المواصلات العامة.
وأوضح وزير المواصلات والاتصالات السيد تسفال سلاسي برهاني وجود 257 حافلة ركاب لها قدرة على نقل 7,000 شخص فقط قبل الاستقلال. ولحل هذه الإشكالية أدخلت الحكومة 707 حافلة بأحجام مختلفة بمبلغ حوالي 970 مليون نقفة، وإضافة ل 1393 حافلة أدخلت بالأفراد رفعت قدرة النقل إلى حوالي 63 ألف شخص. وأشار إلى أن الاستثمار الذي جرى لبناء الطرق المسفلة والترابية أسهم لتطوير خدمات المواصلات وتقديمها بأسعار مناسبة. وأوضح بأن تغطية المواصلات بلغت عموما 8 أو 85%، وتتواصل الجهود لحصول الجميع على الخدمة. وذكر الوزير تسفال سلاسي الاهتمام أيضا للنقل البري للمواد الصلبة والسائلة في الطرق المسفلة والترابية، حيث تم نقل حوالي 31 مليار طن من المواد الصلبة وأكثر من 3 مليار طن من الغاز والمواد السائلة الأخرى في سنوات الاستقلال الماضية عبر شركات ترانسهورن وليلو وإيريتراكو وإيست أفريكا وشاحنات الأفراد. وأفاد تحسين تدريب قيادة السيارات بعد تبديل سيارات التدريب القديمة بالحديثة وبأسلوب التدريب. وقال إن فحص السيارات له دور كبير للحد من الحوادث المرورية، وتبذل الجهود بالتعاون مع الشركاء لتطوير قدرات الفنيين. أوضح مكتب التعليم في إقليم عنسبة أن الاستثمار الكبير في مجال تعليم الأساس في سنوات الاستقلال 30 وبناء 80% من المدارس في الريف مكن فتح فرص تعليم واسعة للأطفال. أوضحت مسؤولة التعليم الأساسي الأستاذة نجاة الأمين وجود 31 مؤسسة تعليمية فقط من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة في الأقليم قبل الاستقلال، وكانت هابرو وقلب وحلحل وأسماط. وتوجد حاليا في ريف الأقليم 201 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة، وبناء 57 مدرسة في المدن. وذكرت زيادة عدد الطلاب بنسبة 85.3%، وزيادة عدد المعلمين الذي كان 309 ب7 أضعاف، مشيرة إلى وصول مشاركة الإناث في التعليم ل 45%. وقد أحرزت 55% من الطالبات الجالسات لامتحانات الشهادة المتوسطة في السنوات العشر الماضية نقاط أكثر من 90%، وحصولهن على جائزة أوريا للمتفوقات. ودعت الأستاذة نجاة لحل إشكالية المواصلات للقيام بأنشطة تعليمية وإرسال أولياء الأمور أبنائهم للتعليم ومتابعتهم وتوطيد العلاقة مع المدرسة. أوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية تسني السيد قبره وتخسته تنفيذ أنشطة صحية ناجحة في المديرية خلال سنوات الاستقلال لتوسيع الخدمات وإحداث تغيير نوعي. وذكر إرساء 5 مؤسسات صحية ومركز علم الحشرات والبعوض ومركز عزل في بوابة 14. وقال إن مرض الملاريا كان يودي بحياة الكثيرين قبل الاستقلال والسنوات الأولى من الاستقلال، ونتيجة لرفع الوعي وإزالة المسببات انخفضت وفيات الملاريا إلى أدنى مستوى، موضحا بلوغ تغطية التطعيم للأطفال 96% ومتابعة أوضاع الحوامل 93% والولادة في المؤسسات الصحية 73%. وأشار إلى الجهود الجادة للسيطرة على الأمراض المنتقلة عبر الحدود، داعيا المواطنين لاتخاذ الحيطة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى تسني الدكتور قدي قبرولد تحقيق إنجازات صحية ملحوظة نتيجة الاستثمار الحكومي الكبير في المجال الصحي وارتفاع الوعي الصحي المجتمعي. وقال إن المعدات الطبية الحديثة في مستشفى تسني والقدرات البشرية
رفعت الخدمة إلى مرحلة جديدة. وذكر العاملون القدامى في مستشفى تسني أن الخدمات التي بدأت بقدرات محدودة وأوضاع غير ملائمة ارتقت اليوم في البنية التحتية والقدرات البشرية الماهرة، وحصول المواطنين على الخدمات الصحية الجيدة عن قرب. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. عينت الحكومة الانتقالية في مالي وزراء جدد من إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية، إذ سيتولى مسؤولون في الجيش وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالح الوطنية حسب ما ذكرت الإذاعة الوطنية. لكن الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاع بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا، ووزير الأمن السابق موديبو كوني. وشكل العسكريون في سبتمبر وأكتوبر الماضيين هيئات انتقالية، رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية، وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا. لكن قادة الانقلاب والشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية. وكانت حركة M5 المعارضة دعت الشهر الجاري إلى حل المجلس الانتقالي مطالبة بتشكيل هيئة أكثر شرعية والتزاما بالقانون. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب لدعم تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بعد تصعيد دام استمر 11 يوما. والتقى بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية. وبعد هاتين المحطتين يتوجه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أدى دورا أساسيا على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيز التنفيذ. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة الاثنين عن رغبته بلقاء الفرقاء بهدف دعم جهودهم لتدعيم وقف إطلاق النار. أيها السادة المشاهدين، انتهت النشرة لهذا المساء، لكن قبل الختام في النشرة إليكم أبرز العناوين. ورود برقيات التهاني بعيد الاستقلال. الإريتريون في السودان وكينيا وجنوب أفريقيا يحتفلون بعيد الاستقلال. وزارة الأراضي والمياه والبيئة تنفذ أعمالا فاعلة. الحكومة الانتقالية في مالي تسند حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية. بلينكن يصل تل أبيب لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. إجلاء آلاف المواطنين في الهند تحسبا لإعصار ياس.